بسم الله الرحمن الرحيم وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تفضره يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي وخبيرا بفقري وفاقتي يا عليما بضري ومسجنتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قبلوا خدمة جواره واشدد على عظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين الصادقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنوا المخلصين وأخافك مخافة المغنيين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبادك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخفهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك
واجعل لساني بذكرك على الجوم وقلبي بحبك متيم ومن علي بحسن إجابتك واغفر لي عثرتي واغفر ذلتي فإنك غزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجام وسلاحه البكام يا صادق النعم يا دافع الندم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآله وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا عما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.